السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم بالجزء الثالث لآخر تطورات منطقة غرب المطار. في كتير سألوني هل في تغيرات أو تطورات حصلت هناك في المكان. طبعا في تطورات وعلى أرض الواقع. أول فيديو لينا كان في شهر 12 واحنا يعني النهاردة في شهر 11 اهوت. تقريبا بقالنا 11 شهر بالظبط. خلال ال11 شهر فعلا بقى في حاجات كتير جدا اتطورت وبقى المكان بقى افضل وانضف بصراحة. وزي ما احنا شايفين كده دي كلها صور من ارض الواقع، يعني مصوراها بالموبايل للمكان. المكان هيعجبكم جدا يا جماعة ان شاء الله. بس انتوا يعني اتشجعوا وروحوا. في خدمات كتير زادت هناك، وفي منافذ بيع اشتغلت بالفعل، وفي محلات. عندنا شبكات المحمول برضو بقى في تقوية ليها. وان شاء الله هتشتغل على اكمل وجه باذن الله، لان ما كانش فيه غير شبكة فودافون بس. وكانت الشبكة ضعيفة جدا وكان التواصل كان صعب شوية. المكان بقى افضل. عندنا برضو في بساطة هي زي ما احنا شايفين ديت بتقف عند الحصري، وانا منزله لكم المواعيد والجدول بتاع الباص. طبعا نخلي بالنا ان يوم الجمعة بيبقى في مواعيد مختلفة عن بقية الاسبوع، وكل دوت في الجدول. يعني ايه، هنتابع برضو واحدة واحدة مع بعض كده، وهنتابع الجدول ونشوف المواعيد بتاعتنا. بس طبعا بخصوص المواعيد والزيارات ان احنا نروح مثلا المكان هناك، نخلي بالنا ان احنا برضو اخر وقت للباص نخلي بالنا منه، لان بعد كده مش هنعرف نلاقي مواصلات. بس ان شاء الله قريبا يعني سمعنا ان في سيرفيس هيشتغل باذن الله لخدمة المكان. وده هيسهل علينا الحركة يعني هناك. زي ما احنا هنا شايفين ده سنتر اسمه سنتر المدرسة. السنتر ده فيه اكتر من محل فتحوا، ومنهم مطعم وفرن عيش. ودوت قريب قوي من شركة الاساسات الميكانيكية، او تقريبا يخدم المكان يعني شركة الاساسات الميكانيكية. ده المنفذ اللي هو العمومي اللي تبع الجهاز دوت قدام شركة سهمود. في محلات وفي فرن وفي مطعم وفي كافيه. يعني هنقدر نجيب منه كل الطلبات بتاعتنا ان شاء الله، وسوبر ماركت فيه كل حاجة. دي صورة برضو ايه فيو كده المربع كده من العماير هناك. طبعا زي ما احنا شايفين الوسع والخضرة وحاجة جميلة جدا. وعايزة اقول لكم ان في يعني تواصل بين السكان هناك، وفي ناس بالفعل سكنت وبيتواصلوا مع بعضيهم وبيجتمعوا مع بعض كل فترة عشان يحلوا مشاكل المكان لو في مشكلة يعني حابين يحلوها. في عندنا قنوات يوتيوب بتخدم المكان برضو، بتتكلم عن التطورات للمكان. في فيسبوك. كل عمارة عاملة جروب واتس مثلا بيتناقشوا فيه ويعرفوا مشاكلهم مثلا في العمارة في المكان، وبيجتمعوا مع بعض ولو في حاجة يقدروا يحلوها مع بعض. وفي مسؤولين بيتواصلوا مع السكان، يعني المشاكل بتتحل. هي تعتبر مش مشاكل جامدة يعني، بس هو بالنسبة لان المكان فاضي فطبعا المسؤولين لازم يوصل لهم الطلبات بتاعتنا، هم بينفذوها يعني بصراحة على طول. عايزة اقول لكم ان في اسر سكنت وفي عرايس اتجوزت هناك، وفي الدنيا شغالة وحلوة. يا ريت اللي ما راحش يتشجع ويروح، ان شاء الله هتتبسطوا قوي. بس نخلي بالنا بقى من المواعيد، ما نمشيش متأخر من هناك. لكن طبعا حرام ان الواحد يبقى عنده شقة تمليك مثلا ويسكن مثلا بإيجار ب3000 جنيه. طب ما مكانك أولى بيك. إن شاء الله المدرسة هتشتغل في الترم التاني، طبعا مدرسة حكومي، ففي مطالبات إن يبقى يكون في مدرسة تجريبي عشان تسهل على الناس، لأن معظم السكان هناك أو المترددين إن هم يروحوا أولادهم في مدارس تجريبي. بس بإذن الله إن شاء الله يعني مع المطالبات هيقدروا يعرفوا إحنا طلباتنا إيه ويعملوا مدرسة تجريبي. وعايزة أقول لكم كمان إن في يعني ربات البيوت السيدات اللي سكنوا في المكان بالفعل، يعني ما شاء الله عليهم بدأوا يعملوا مشاريع من البيت وبدأوا يخدموا بعض وبدأوا يعملوا اكتفاء ذاتي، فدي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا. دي يعني آخر التطورات للمكان. وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله بيكم وبينا، ونعمر مكاننا على خير إن شاء الله. بس نتشجع ونروح وما تقلقوش من أي حاجة. وإن شاء الله لو عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة ممكن تبعتوها لي ونعمل فيديو شامل نرد فيه على كل الأسئلة عشان الجميع يستفاد. وياريت تضيفوا أصحابكم وحبايبكم وجيرانكم واللي تعرفوهم للقناة عشان مزيد من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.